من أجمل ما سمعت بحياتي شابا خريج لغة عربية أراد أن يتقدم لخطبة فتاة، وكأنه يعلمنا درس الحياة، وكأنه يريد أن يقول ويا أسفاه أصبح الزواج مسألة تجارة ومشاريع وثفقات كمان، ولا يلمس أي نوع من شروط التدين والأخلاق الحميدة المتطلبة في الزواج الناجح والصحيح. لكن العجيب والأغرب من كده مش إنه هو شاب خريج لغة عربية، ده كمان أبو اللي كان رايح يتقدم لها طلع هو كمان دكتور لغة عربية. فتعالوا نسمع أروع وأجمل حوار هيلخص مشاكل الزواج. أيا عماه يشرفني أمد يدي كي أحظى كريمتكم، وأن تعطون وعدا أتينا الله داعينا، فإن وافقت يا عماه فدعنا نفصل المهر تفصيلا، وخير البر عاجله ونحن البر راجين. أيا ولدي لنا الشرف فنعم الأهل من رباك، ونعم العلم في يمناك، وإن العلم يغنينا، وأما المهر يا ولدي فلا تسأل، لأن نشتري رجلا وليس المال يعنينا، ولكن هكذا العرف يا ولدي، وإن العرف يا ولداه يحميكم ويحمينا، فمليون مقدمها و4 مؤخرها، وضع في البنك للتأمين 70، وبيت باسم ابنتنا، وملبوس على البدن من الفستان للكفن، وموران وإن صعبت فإن البيجو تكفينا. وأما العرس يا ولدي ففي الشرة، فشأن صغيرتي شأن سعاد بنت خالتها، وهند بنت عمتها، وشيرينا، فإن وافقت يا ولداه قلنا بارك الله لكما، وقال الكل آمين. أيا عماه حمضها وخللها، وضعها فوق رف البيت زيتونا، فلو بيدي ربع المهر لكنت اليوم قارونا. أيا عماه أنا رجل بسيط في موارده، ودخلي 1000، وزادي مثل كل الناس، أقول الحمد لله خالقنا وبارئنا وساترنا وكافينا. أيا عماه أيا عماه أنا رجل أحب بكل إحساسي، وقلبي ليس من ذهب، ترى إن كان من ذهب أكان الحب يأتينا؟ أيا عماه لماذا صارت الدنيا طريضتنا وقد كانت بأيدينا؟ لماذا صارت الأنثى تساوم في أنوثتها، فتعطوها لمن ترضونه مالا، وقال الرسول من ترضونه دينا؟ أيا عماه عفوا إن تماديت، ولكني عزفت الآن عن طلبي، فلو كان الزواج بعصرنا عقلا فسأمضي العمر مجنونا. صحيح قبل أن أنسى سؤال حز في نفسي، سعاد بنت خالتها، وهند بنت عمتها، فمن تكون شيرينا؟ ويخرب بيتكم وبيت اللي عليكم شوروا ودلونا. وبس كده، وكنت معاكم أنا محمد رجب. كن جميلا.